انا يا مس، هقول انا يا مس، انا مس، انا عملنا ده اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. اتكلمنا عن التلعثم والتهتهه قبل كده، بس تعالوا نقول لكم بالتفصيل عنها اكتر. طيب هي ايه اسبابها الاول؟ يا اسباب جينيه يا اسباب تانية حصلت بسبب سوء التعامل. يعني ايه اسباب تانية حصلت بسبب سوء التعامل؟ تعالوا افهمكم ازاي. جينيه وعارفين، يبقى حد في العيله كان عنده تلعثم واتنقل. نقطه مهمه، ما تلومش الشخص التاني انت بسبب التلعثم ابني بقى متلعثم. طيب ايه السبب اللي انا عالجته غلط فعدى للتلعثم؟ عندنا في مرحله الطفوله المبكره اللي هو سن اقل من 5 سنين ممكن يحصل عدم طلاقه طبيعيه، ان الاطفال تتلعثم او تتهته. مش هنقول عليهم تلعثم لان هو في السن ده عدم طلاقه طبيعيه او تهتهه، بيتكلموا بشكل مش صحيح، في اطاله او في تكرار للمقطع الاول اللي هو الصوت الاول كده، او ما بيحصل في السن ده، وسن طبيعي جدا. بيتعامل بقى غلط، اتكلم كويس، طب اتكلم كده ليه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. فدي الطريقه الغلط اللي بتخلي بعد كده مع عمل فوكس عليه وتوضيحه بيعمل مشكله بقى، بيتحول معايا لتلعثم. فطريقه التعامل معاه في الاول لو ما كانتش صح تحول لتلعثم لما يكبر. احنا قلنا ان نفسيه الشخص اللي عنده تهتهه او تلعثم لازم تكون كويسه، لان كل ما هو كان كويس ومرتاح هيطلع الكلام كويس من غير وقفات او تكرار او يحس ان الصوت راح. ما نعملش فوكس على المشكله. وارجوكوا هنا، ارجوكوا اي حد بيتعامل مع شخص متلعثم، ارجوكوا بلاش احساس هو انت بتتكلم كده ليه. هحكي لكم قصه. وانا لسه بدرس تخاطب في معهد السمع والكلام، شاب ما شاء الله عليه ثالثه اعدادي، الله اكبر عليه، ممتاز، طالع من الاوائل، وكان هيخش مدرسه الفائقين وسقط نفسه. ركزوا، سقط نفسه عشان خاف من التلعثم. كان ممكن يكون احمد زويل صغير لو دخل مدرسه الفائقين. احنا خسرنا بصراحه. خاف من التلعثم ان هو ازاي في مدرسه فائقين ويروح يقف يشرح حاجه ويتلعثم. دخل ثانويه عامه عاديه بيقول انا سقطت نفسي. فتاني وتالت عامل النفسيه، ارجوكوا بلاش تتعاملوا معاهم بشكل مش كويس. انت بتتكلم كده ليه؟ اتكلم كويس. ايه ده انا مش فاهمه. بلاش الاحساس ده، مش هتكلم معاه عشان خاطر ما بفهموش. طيب انت عالجتي بنتك غلط، ولما كانت عدم طلاقه طبيعيه اتعاملتي معاها غلط وتحول الموضوع لتلعثم بعد 5 سنين، تعملي ايه؟ لازم تروح لاخصائي دايركت، اخصائي تخاطب. عارفه ان طريقه التدريب بتاخد وقت طويل عشان ليها علاقه بالنفسيه. طول ما هي نفسيه الشخص كويسه طول ما هو مش هيتلعثم. في طرق كتيره جدا للتدريب. بيبدا اخصائي التخاطب بيأهل المتلعثم على شويه تدريبات وازاي يتكلم بيها، وازاي تكون عاده بالنسبه له، وازاي ياخد نفسه بشكل صحيح، وازاي يتكلم بالراحه. وكمان بنلعب على عامل النفسيه، وبندخل واحده في التدريبات دي ان هو يتكلم مع الاخصائي الاول، بعد كده يتكلم مع اهل بيته، بعد كده يتكلم بيها في الشارع، بعد كده بيتكلم بيها اصحابه، ويوسع دايرته واحده لحد ما يتكلم بالطرق دي وتكون طبيعيه بالنسبه له. بس نرجع ونقول تاني وتالت ورابع، عامل النفسيه مهم. عامل النفسية مش متوقف على الشخص المتلعثم، عامل النفسية ده متوقف على اللي حواليه. طول ما اللي حواليه بيتعاملوا معاه كويس ومدينه وضعه، اكيد نفسيته هتكون كويسة. مع التدريبات والنفسية الكويسة التلعثم هيروح.